السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة ان احنا ازاي نكونكت ال VS Code او نبدأ ان احنا نقدر نخش على الفايلات ونعدي عليها من خلال ال VS Code بكل سهولة. طبعا زي ما احنا شايفين ده خلاص اخر حاجة وصلنا لها، ان احنا عملنا deploy للسيستم بتاعنا وواقفين على السيت اب ويزرد. عايزين نبدأ ان احنا نخش على الفايلز او ان احنا نأكسس الفايل اللوت اللي على السيرفر من خلال ال VS Code. طيب عشان نعمل حاجة زي كده في طريقة جميلة جدا، انا بستخدمها شخصيا على طول، هي استخدام السامبا. طيب هنسيت اب الباكج دي عندنا على السيرفر، تمام، عشان نبدأ ناخد اكسس على الفايلات ونعدل براحتنا على الكود والكلام ده كله. هبدأ كونكت على السيرفر من خلال التيرمينال بتاعت الفي اس كود، من دوس تيرمينال بعد كده نيو تيرمينال، او ان انت تشدها من تحت كده. وقلنا ازاي نكونكت على السيرفر، بنكتب اس اتش الاي بي بتاع اليوزر اللي هكونكت بيه او هلوج ان بيه على السيرفر، بعد كده الاي بي بتاع السيرفر. طيب انا لو دوست لفوق كده بعد كده اي بي السيرفر، او ممكن نحط على فكرة الدومين برضه نفس الشيء، يعني مش هتفرق. هنحط الدومين على طول. هيسألني يعني عشان دي اول مرة يخش او اكتب له دومين، ويقول لي حط الباسورد، مفيش مشاكل. كده انا دخلت ايه اس اتش على السيرفر. عندي الاكاديمي بنش اهو، ده البنش اللي احنا عاملين عليه الويب سايت ده. هبدأ ان انا انستول السم. هتأكد طبعا ان كل حاجة اب تو ديت، معمول لها ابديت سودو اب ابديت، بس ما اظنش ان هيبقى في حاجة ان احنا لسه عاملين ابديت، يعني هو هيتأكد بس ان كل حاجة تمام. وبعد كده هانستول على طول السم. كل حاجة تمام، انستول على طول السامبا. طبعا هنا السامبا اوريدي موجودة فتمام، مفيش مشاكل. عشان نتأكد بس ان السامبا اتسطبت ولا لأ، بعمل الكوماند ده كده، معناها ان السامبا عندي موجودة. تمام. ودي الستيتس بتاعت السامبا، ان انا بتشيك الستيتس بتاعت السامبا ايه اخبارها، اكتف ولا. طبعا انا بخرج ازاي، بعمل كنترول سي عشان اخرج من اي حاجة زي كده. كنترول سي بيترمينيت اي حاجة مفتوحة. طيب هنا بيقول لي هتعمل دايركتوري، والدايركتوري ده هيشيره. طيب سريعا كده ايه السامبا او إيه اللي احنا بنعمله ده؟ احنا الهدف ان احنا اللي هو السيرفر ده حاليا، احنا الاكسس اللي معانا هو اس اتش، اللي انا بس كل اللي معايا التيرمينال اكسس اس اتش اكسس. طيب انا عايز اخد اكسس على الفايلات، اللي انا مثلا افتح كده زي الويندوز اكسبلورر ده، وابدا ان انا ابراوز الفايلز اللي عندي على السيرفر. طيب عشان اعمل حاجه زي كده بصيت بروتوكول تاني على السيرفر اسمه سامبا. سامبا ده بيفتح لي بروتوكول تاني اقدر ان انا اخش على الفايلز بتاعت السيرفر، واقدر ان انا ابراوز فيها عادي جدا واعيش حياتي. طيب هنا بيقول لك انا هيعمل دايركتوري على الاوبونتو عشان بعد كده يشيره. طيب انا في الحاله بتاعتي انا مش عايز اعمل دايركتوري اصلا، انا اوريدي الدايركتوري بتاعي اللي هو ممكن اشير الاكاديمي بنش، او ممكن احسن كمان بقى اشير الفولدر اللي اسمه فرابي او فرابي، لان ده اصلا الفولدر بتاع اليوزر اللي انا فاتح عليه، فاي بنش او اي حاجه جواه انا عايز اقدر اشيرها او اكسسها. تمام. فانا مش محتاج ان انا اميك دايركتوري وبعد كده اشيره، انا كده كده على الدايركتوري موجود، انا عايز اشير فرابي ده. تمام، جميل اوي. طيب هسكيب الحته دي، وبعد كده هاخد بس الكوماند ده اللي هو بيفتح لي الكونفيجريشن بتاعه الصمبا، وده اهم حاجه. بس قبل ما افتح هعمل بس حاجه اسمها اي بي لينك. اي بي لينك ده هيجيب لي كل النتورك كاردز اللي عندي او النتوركس اللي عندي. طبعا يهمني قوي اللي هو ده الاي تي اتش 0. طبعا ممكن يبقى عندك اسم تاني بس اتاكد هو اسمه ايه، لان ده بنحتاجه. اللوب باك ادرس ده ملناش دعوه بيه، مش ما يهمناش، واللي تحت ده برضه ملناش دعوه بيه. انا يهمني قوي ده اللي هو النتورك كارد بتاعه السيرفر. طيب هي اسمها اي تي اتش 0. طب احنا ليه عملنا كده؟ انا عايزك تفتكر اي تي اتش 0 دي عشان هنحتاجها بعد شويه. هنبدا نفتح فايل الكونفيجريشن بتاعه السامبا. طبعا زي ما قلت لكم لما بنيجي نستعمل فيم عشان اديت بدوس اي، اقدر ان انا اديت اللي انا عايزه. وبعد ما اخلص اديت بدوس اسكيب اللي هو فوق على الشمال خالص. وبعد كده ادوس شيفت
كاف اللي هو سيمي كولون، بعد كده دبليو كيو عشان اخرج. يبقى تاني ادوس سهم لفوق عشان اخش اعدي على الكونفج، انتر. طيب انا عايز اعدي على ايه بقى؟ مبدئيا بنبص على النتوركينج، جزء النتوركينج هنبص كده على جزء النتوركينج سريعا. فين؟ ممكن اكون عديته طبعا لان السطور كلها شبه بعض. لا انا كده عديته طبعا. طيب هي اكيد فوق. اهو جزء النتوركينج اهو، هو كان فوق اهو. بيقول لي الانترفيس عندي شغال على اللوب باك ادرس وسلاش 8 سبنت ماسك، ودي النتورك عندي اي تي اتش 0. طيب انا صادف عندي ان النتورك هنا متظبطه زي ما شفناها في الاي بي مسافه لينك. طب افرض انت عندك كانت مختلفه عن اي تي اتش 0، ساعتها هتمسح دي كده وتكتب اللي كانت موجوده عندك عادي جدا، هي مثلا اي تي اتش 1 على حسب هي مكتوبه عندك كانت ايه. انا بالنسبه لي كانت 0 فهسيبها 0 زي ما هي كده. دي بالنسبة للنتوركينج. بننزل برضو تحت خالص، ببدأ أعمل أضيف شوية سيتنجز كده تحت خالص، يعني أنت انزل آخر ملف خالص. ببدأ أضيف سيتنجز كالآتي. طبعا هي دي أنا ضايفها فأنا همسح دي عشان ما نلخبطهاش. مفروض أنت عندك الفايل تحت خالص هيبقى ظاهر آخر حاجة فيه اللي هي دي. طيب مفروض ان انا ببدأ اضيف شوية سيتنجز كده، اللي هي بنزل تحت كده شوية. هسكيب كل ده هسكيب كل ده خلاص مش محتاجه. وفعلا انت مش محتاجه. أه هبدأ اخد دي كوبي بيست. ماشي هاخد دي كوبي وابدأ بيست هنا. ببدأ بقى اشوف ايه البارامترز دي عشان ابدأ اظبط الثينجز. اول حاجة الباس اللي انا هشيره. طيب فاكر انا قلت لك انا عايزين نشير ايه؟ عايزين نشير الفولدر كله اسمه اللي اسمه فرابي. تمام. طيب read only no تمام، writable yes اللي هو انا اقدر اعدي عليه، browsable yes تمام، just no طبعا ما يقدرش يخش. وبعد كده هنا بحدد اليوزرات اللي ليهم access على الدايركتوري ده. فانا هقول له فرابي. طيب ايه فرابي ده اليوزر اللي انت عملته معاه في الاول. طب انت لو انت عامل اسم تاني لليوزر فبالتالي تكتب اسم اليوزر بتاعك، وطبعا اسم الدايركتوري بتاعك هيتغير لان الدايركتوري اصلا بيتعمل باسم اليوزر. طيب انا كده تمام، عملت الكونفيجريشن بتاعي تمام وزي الفل. ببدا اعمل زرار الاسكيب اللي فوق على الشمال تمام عشان اسيف، وبعد كده بعمل شيفت كاف او اللي هو الكولون، بعد كده دبليو كيو انتر عشان اخرج. يبقى انا كده عملت الكونفيجريشن، اظبطت فايل الكونفيجريشن بتاع السامبل. طب ايه تاني بحتاج اعمله؟ نطلع شويه كده. هبدا اقول له اعمل لي سودو سامبا باسورد اد، ان انا هضيف يوزر معين او هضيف باسورد ليوزر معين. ده الباسورد اللي هخش بيه من السامبا، لان ده هيبقى بروتوكول مختلف غير الاس اتش. يبقى انا كده باسورد الاس اتش حاجه وباسورد السامبا او الشير حاجه. فهو بيبدا يقول لي لا، ان انا عايزك بقى تحط لي باسورد للشير. فابدا اقول له والله اليوزر اسمه فابي واحط لي باسورد للشير. هيقول لي اختار النيو سامبا باسورد. انا عشان منساش بحط الباسوردات كلها زي بعض، الاس اتش زي الشير، فانا هكتبه تاني زي الشير نفس الباسورد كده. كده انا زودت بقى يوزر فرابي دلوقتي يقدر يخش على الشير بتاع السيرفر. طيب اخر حاجه بس بريستارت السيرفيس اللي هي السامبا تمام عشان اتاكد ان كل حاجه تمام. كده هو بس بيستارت، هو المفروض بيبقى اسرع شويه من كده بس هتلاقيه هنج او حاجه. عقبال ما يحمل ملحوظه برضو لازم تاخدوا بالكم منها وانت بتسيت اب الصمب عندك على السيرفر. في بعض السيرفرات الفاير وول فيها بتمنع الصمبة دي او بتمنع البورتس، تقفل البورتس اللي بتستخدمها الصمبة. فانت بتضطر تروح بنفسك تعمل allow للبورتس دي. يعني انت مثلا لو مشيت على الخطوات بالظبط وما اشتغلتش معاك الصمبة وما ما دخلش او ما عملش شير معاك، ففي الاغلب دي مشكلة بورتات او مشكلة قصدي فاير وول طبعا. طيب بتتشيك الفاير ازاي؟ في الاغلب تبقى الهوست نفسه اللي انت جايب منه السيرفر ساعات بيبقى دايما بيبقى منزل لك مع السيرفر فاير وول.
فانت بتخش على settings الفاير وتقلو البورتس اللي بتستخدمها السامبا. بس هو ده اللي بتعمله يعني. وده حصل معايا قبل كده لما كنت شغال على جوجل كلاود. كنت شغال جوجل كلاود برضو كنت شغال عليها. فالجوجل كلاود الديفولت بتاعها من غير اي حاجه، الفي بي اس بتاعك بينزل معاه فاير وول قافل لك كل حاجه ما عدا تقريبا بورت 80 وبورت 443 وحاجات كده يعني، اللي هما الاساسيين قوي يعني. فطبعا السامبا ما كانتش شغاله معايا، فاضطريت ان انا اخش على الفاير وول سيتنجز اللي جوه جوجل كلاود نفسها، وان انا الاو البورتس بتاعت السامبا. فدي طبعا معلومه برضه تاخدها في الحسبان، عشان لو عملت الخطوات دي والشيء ما اشتغلش يبقى اعرف دي مشكلة على طول ايه فاير وول. بس لو انت جايب السيرفر من على كونتابو 100% مفيش لا فاير وول بتنزل معاك او اي حاجة، فاكيد دي مشكلة او عيب في الخطوات، لكن مش فاير وول خالص، لان كونتابو مش بينزل فاير وول باي ديفولت يعني. طيب ببدأ اعمل بقى عشان انا كده خلاص عملت ريستارت للسيرفيس، كل حاجة تمام، مشيت ورا الخطوات تمام وكل حاجة. هبدأ بقى من عندي على الويندوز ابلكيشن، على الويندوز قصدي بتاعي، هبدأ اعمل ويندوز لوجو ار عشان يفتح لي الشاشة اللي تحت دي. بعد كده هعمل تو باك سلاشز تمام كده، وابدأ اكتب الدومين بتاعي بالمنظر ده وادوس انتر. مفترض يبدأ ان هو يفتح لي ويندوز اكسبلور كده تمام. يبقى انا كده السيت اب بتاع السامبا بتاعي تمام، لان هو بدأ يفتح لي اهو، ارى ان السيرفر ده عليه شير طبعا او سامبا. ابدأ اخش كده، هيسألني طبعا على اليوزر والباسورد. طب انهي يوزر والباسورد؟ طبعا فابي ده اليوزر اللي انا اخترته، والسامبا باسورد اللي انا عملته ما انساش ملوش علاقه بالاس اتش، السامبا باسورد اللي انت عملته بالكوماند. وادوس ريمبر عشان ما اقعدش كل شويه ادخل، وادوس اوكي. كده انا بقى عندي فايل اكسس على السيرفر بتاعي. يبقى انا كده السيرفر بتاعي عندي اس اتش اكسس، عندي فايلنج اكسس، اقدر ان انا اخش كده وابدا ان انا افتح الشو مور اوبشنز، وافتح الفي اس كود، طبعا افتح الفايلات، ابدا اعدل الكود بالمنظر ده. طيب انا هفتح الفي اس كود على البنش من بره هنا، او اخش على الابس احسن. لا خلينا في البنش من بره، هفتح open with vs code. طبعا هعمل permanently allow بالمنظر ده. بقى عندي access كده، طبعا هعمل trust كله عشان تطمن vs code ما يوقفكش او يعطلك في حاجة. كده بقيت شايف الفايلز كلها، اقدر ان انا ايه استخدم الفيس كود بالباكجز طبعا كلها اللي انا مسطبها عليه وكل حاجة، بلس ان انا شايف كل الفايلات الكود. كده انا تمام، كده خدت اكسس سامبا على الشير. كده احنا جاهزين ان احنا نبدأ نشتغل ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.